يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح كل حاجة حلوة على عيونكم يا حبايب قلبي. ازيكم عاملين ايه النهاردة؟ يا رب تكونوا بخير في صحة وفي سعادة وفي راحة بال من رب العالمين. طبعا النهاردة انا هعمل لكم بقى ايه، هعمل لكم كفتة الحيتي بكل تفاصيلها. بس اول حاجة هنعمل فطار حلو كده وخفيف، وان شاء الله ونسكافيه بقى وكده. علشان خاطر ايه، اول ما بصحى من النوم كده لازم اشرب اي حاجة سخنة. لازم شاي بلبن بقى، نسكافيه بلبن، شاي بس عادي المهم اي حاجة سخنة اشربها. ويعني اكترهم اللي هو النسكافيه او الشاي بلبن. تمام. عملت بقى شوية فطور كده، لانشون وجبنة، وعملنا النسكافيه بقى وفطرنا. بعد كده بقى دخلت بقى عشان خاطر نعمل احلى كفتة، كفتة الحيتي. كفتة الحيتي بصي انا جايبالك طريقة سهلة وبسيطة، وهترمي معاكي وهتعملي من نص كيلو لحمة مفرومة اكتر من كيلو كفتة حيتي. بس جربي الطريقة بتاعتي. ايه رأيك؟ شايفة لونها؟ انا يعني انا عايزه اقول لك شم ريحتها لان هي كانت تحفه وجوسي وجميله ومنفوشه. بصي كل تفاصيلها روعه. خلاص، هنسمي الله ونقول بسم الله ما شاء الله قبل ما نبدا الفيديو. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ده نص كيلو لحمه مفرومه. تمام. هنعمل فيها ايه؟ هنجيب بصل، هنجيب مثلا بصلتين كبار او 3 بصلات كبار. خلاص كده. وهنضربهم في الكبة. وبعد ما نضربهم في الكبة انا هصفي البصل دوت. خلاص كده انا هصفي البصل من المية بتاعته. طبعا البصل اللي انا بقطعه دوت بصل وسط، هو مش كبير يعني، هو وسط، عشان كده انا قطعت 3. خلاص. هنضرب البصل في الكبة ونصفيه بالمصفى بعد ما نضربه. طيب هتجيبي ايه، هتحطي عليه ايه؟ اللي وصل لغاية هنا ما ينسانيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والله انا مش عندي شواية، شواية فحم يعني، بس ان شاء الله هجيب واحدة علشان خاطر برضو اشوي عليها الكفتة واللحمة والحاجات دي بإذن الله. لأن طبعا ريحة الفحم بتبقى حلوة قوي في الأكل. فممكن برضو لو انت مثلا شاوية اللحمة أو الكفتة أو الحاجات أو الفراخ في فرن البوتاجاز، ممكن انت تولعي فحمية كده بشوية زيت، بنقطة زيت كده، وتدخني، بتبقى برضو ريحتها حلوة جدا. على فكرة أنا أوقات كتير بعمل التجربة دي، بتبقى حلوة قوي وبتدي الأكل برضو نفس حلو وريحة حلوة كأنك جايباها من بره. تمام. طيب أنا هنا هصفي البصل كويس جدا من المية، علشان مش عايزة مية كتير في البصل أحطها على اللحمة. تمام. وبعد كده هحط البصل دوت على اللحمة. خلاص. وهحط التوابل. تمام. تعالي نشوفي توابلنا ايه. اهي دي الميه اللي طلعت منه. هركنها، بس انا هستخدمها يعني، انا بعد ما اصبع الكفته هحطها على هحط الميه دي على الكفته، يعني هسقسق شويه ميه بصل كده على الكفته. تمام. اول حاجه البصل المفروم. خلاص. بعد كده حطيت فلفل اسمر، حطيت ملح، حطيت توابل لحمه. انا عايزاكي تمشي معايا بالورقه والقلم زي ما ايه ما الكتاب بيقول. حطيت بابريكا. البابريكا بتديها طعم تحفه هايل جدا جدا جدا. لو عندك بقدونس وعايزه تقطعي جواها بقدونس بيديها تست، طعم تحفه 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 كده. تمام. حطيت ملح، يبقى ملح، فلفل، توابل لحمه، بابريكا. خلاص كده. وبعد كده بقى ايه، بعد كده هنشوف هنعمل ايه. بيكنج باودر، نص معلقه بيكنج باودر. خلاص. وهحط بقسماط. خلاص كده. انا عندي اهو بقسماط، حوالي ربع كوبايه بقسماط او نص كوبايه بقسماط. خلاص كده على اللحمه. ونص معلقه بيكنج باودر بتنفشها بصي بتوديها في حته تانية. انصحك ان انت لازم تحطي على الكفته نص معلقه البيكنج باودر دي. طبعا اللحمه اللي احنا جايبينها فيها حته دهنه كده ضاني، طبعا من عند الجزار كده وانت بتجيبي، علشان خاطر بتدي بقى اللحمه. عايزه اقول لك اقسم بالله بتدي الكفته طعم، حكايه وريحه ونفس. لا، تحفه تحفه
تحفه تحفه. مش عايزه اقول لك، مش هتبقى دسمه، مش هتبقى يعني انت لو حطيتي، لو اللحمه عندك حمرا وحطيتي عليها حته ليا ضاني بتبقى تحفه تحفه. انا فرمت عليها حته دهنه ضاني صغيره كده، بتبقى جميله جدا جدا جدا. طيب الصينيه دي الصينيه دي كبيره، الصينيه دي بتاع اللي انا هصبع فيها الكفته. هنبدا بقى بتصبيع الكفته كده، شويه بشويه كده لغايه ما الصينيه تتملي معايا. بصي انا عايزه اقول لك ان كل ما ترفعي صابع الكفته احسن، يعني كل ما صابع الكفته يبقى رفيع احسن لك انت في السوا. خلاص. لان الكفته بالذات، ما تعمليهاش تخينه، ولازم تصبعيها على سيخ زي ما انا بوريكي كده. لان انت لو جيتي كتمتي الكفته، يعني صبعتيها كده بايدك وكتمتي اللحمه في بعض، مش هتبقى حلوه. ما انصحكيش ان انت تعملي الحركه دي. انما انصحك ان انت تصبعي الكفته على سيخ زي ما انا بصبعها كده، ويكون في فراغ، يكون في هواء، علشان وانت كده كده حاطه عليها اساسا بيكنج باودر. هو البيكنج باودر هينفشها ما شاء الله. فهتشوفوا دلوقتي الكميه بعد ما انا عملتها هتصفي لك قد ايه. الكميه بعد ما انا عملتها هتصفي لك، يعني هتعمل الصينيه دي كلها ما شاء الله، وهيفيد كمان والله العظيم ثلاثه. ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللحمه تبقى صابحه معاكي، حاجتك تبقى صابحه اهو. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنسقسق بقى عليها ميه البصل كده اهو. اهو شايفين؟ هنحط ميه البصل كده بالراحه اهي، وهتدخليها الفرن. خلاص. وهتسيبيها تحت، هي لوحدها هتنزل الدهنه بتاعتها، وهتنزل الميه بتاعتها، وهتنزل الحاجه بتاعتها اهي. شايفين الميه بتاعتها والدهنه بتاعتها دي؟ انا بصفيها. انا بصفيها وبسيبها لغايه ما تحمر. بعد ما يعني تاخد نص سوا كده، بصفي الدهنه دي وبسيبها لغايه ما تحمر. واهي كانت شكلها بعد ما خرجت. شايفين الجمال والحلاوه؟ والله ريحتها طعمها تحفه، ريحتها تحفه. ولا كلمه ما تقوليليش بقى انا هروح اشتري، بقى انا هروح اشوي الكفته بره، انا هروح اعمل الكفته بره. لا، سيبك من الكسل. حاجتك نضيفه في بيتك، حاجتك حلوه في بيتك، بنظافه بصي يعني حاجتك انت اللي عاملاها وضمناها. وكان عندنا بقى بقدونس كده، بقى رشينا بقى، خرطنا شويه بقدونس عليها كده، شكلها تحفه. ايه رايكم في شكلها؟ وعملنا طبق سلطه خضراء اهو، وبالهنا والشفا. اللي وصل لغايه هنا ما ينسانيش في اللايك والاشتراك في القناه، وسيبوا لي تعليق كومنت حلو منكم كده، علشان القناة تكبر بيكوا وليكوا. وادخلوا كده خدوا لفة في قناتي يمكن تعجبكم. وإن شاء الله كل مرة هعمل لكم فيديوهات أحلى وأحلى. أتمنى فيديوهاتي تكون بتعجبكم وبتنور رضاكم. أشوفكم على خير، ومع السلامة. باي باي، مع السلامة.